اهلا وسهلا بيكم في وصفتنا النهارده، وهنعمل مع بعض ميني تشيز كيك بالمانجا. بس هي في الحقيقه بديل تشيز كيك، يعني تشيز كيك بس بدون جبنه، للي عندهم حساسيه من الجبنه واللي ما بيحبوش الجبنه، او هما مكونين هما بيعادلوا الجبنه يعني بدل الجبنه. هنشوف مع بعض بقى ايه هما المكونين وهنعملها ازاي، وبعد كده نجهز لها زي ما احنا شايفين صوص بقى المانجا، طريقة سهلة وبسيطة عشان يتحط على وش على الطبقة اللي فوق. ممكن نعمل اي فاكهة تانية، ممكن نعمل كراميل، ممكن نعمل شوكولاتة، لوتس، اي حاجة. هنبتدي بقى ناخد البسكوت بتاعنا ونحطه في محضرة الطعام علشان ننعمه خالص ونجرشه ويبقى عامل زي الرملة، زي ما احنا عارفين الطبقة التحتانية بتاعة التشيز كيك. وبعد كده بنحط عليه شوية لبن صغيرين علشان بس نحرك السلاح بتاع محضرة الطعام. بعد كده الزبدة عندنا هي سايحة مسيحينها، نروح نازلين بيها برضو على ايه على البسكوت. بس ايه الاحسن ان احنا نطحنه الاول لوحده وبعد كده ننزل بالزبدة. نزلت بالزبدة اهو، عايز شوية طحن كمان، نطحنه شوية كمان. ده الصينية اللي هنعمل فيها، رشتها بالزيت ورحت احط عليها ورق زبدة علشان نقدر نشيل بعد كده تشيز كيك بسهولة. وبعد كده رحت جايبة البسكوت اللي انا عملته دلوقتي بالزبدة ورحت ايه فرداه على الصينية دي. بقى المكون بقى هنبتدي نعمل الخليط نفسه بتاع التشيز كيك. المكون الاولاني هو الزبادي، زبادي تقيل طبعا زي اليوناني، كوباية كبيرة. او ما فيش زبادي تقيل بنروح جايبين زي ما انتوا شايفين كده شاش وحاطين فيه كوبايتين زبادي، ننزل منهم ميتهم ونسيبهم ساعتين 3 كده في التلاجة لحد ما المية تنزل خالص بالشكل ده. وبعد كده تبقى الزبادي تقلت معانا عشان تدينا القوام اللي احنا عايزينه. نبتدي نحطها في محضرة الطعام مكان البسكوت اللي احنا كنا عاملينه. كمان نحط كوباية كبيرة لبن باودر، ونحط نص كوباية سكر او تلتين كوباية سكر. وبعدين حطيت بقى هنا ايه منجاية ونص، قطعتها حتت صغيرة مع الزبادي واللبن باودر والسكر، علشان عايزة الخليط نفسه يبقى طعمه مانجا. لكن لو عايزينه اللي هو الاساسي بتاع التشيز كيك عشان نحط بعد كده اي فاكهة على الوش، نعمل من غير ما نحط اي فاكهة خالص، نعمل بالفانيليا عادي، نحط شوية فانيليا وخلاص. انا ما حطيتش فانيليا لان طبعا حاطه مانجا ونكهتها قوية فكفاية. خلصت الخليط اهو، ضربته كويس، ادي القوام بتاعنا بيبقى بالطريقة دي. نروح صبينه بقى دلوقتي على ايه، على البسكوت اللي احنا فردناه في الصينية. نسويه بقى كويس كده عشان يتفرد كله ويبقى كله طبقة واحدة متساوية. نرج كده الصينية كويس علشان نسوي السطح بتاعنا بالشكل ده. بعدين ندخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد معانا من 15 ل 20 دقيقة. اللون لو عايزين الوش واخد لون زي كده زي ما انا طلعته اهو واخد لون تبقى 20 دقيقة. لو عايزينه مبيض كده شوية خلاص يبقى خلوها 15 دقيقة تقريبا، او غطوها بورق فويل زي ما انتوا عايزين. انا طلعتها كده، بحب لون الوش بالطريقة دي كده، خدت وش معانا. ممكن بقى نقدمها كده ونحط عليها صوص المانجا او قطع المانجا زي ما احنا عايزين. كده انا عملت جيلاتين، معلقة جيلاتين صغيرة دوبتها في معلقتين مية سخنة، ولما دابت خالص حطيت عليها معلقة مية ساقعة علشان لما تنزل على المانجا ما تبقاش سخنة. وبعدين ننزلها بقى على مانجاية ونص متقطعين كده. انا عاملة مقاس صغير على فكرة، والصينية المفروض تبقى اقل من كده كمان، لكن كده هتبقى الطبقات رفيعة. فلو اقل من كده اعملوها في صينية اقل من كده هتبقى عالية معاكم شوية. نقلب كده كويس بقى الصوص بتاعنا، ويا اما نقدمه نحطه على التشيز كيك اول ما نقطعها ونبتدي نقدمها، يا اما نحطه عليها كده من دلوقتي لما تبرد طبعا في التلاجة
خالص، نحطه عليها من دلوقتي وندخلها علشان تتماسك في التلاجة. وانا زي ما قلت الطبقات بتاعتي كلها رفيعة. نصب بقى الخليط ده بتاع الصوص ده بسيط وخفيف خالص، نصبه بقى على وش الصينية. وحطيت الورق البلاستيك ده او ورق زبدة على الجنب علشان لو جت حاجة على الجنب نعرف بعد كده نطلعها بسهولة. بس انا كده كده عاملة طبقة صوص خفيفة جدا، يعني طبقة صوص رفيعة جدا يا دوب ممسوحة على الوش بس كده. نفردها كده على الوش ونحطها في التلاجة عشان تسقع تاني، ونقطعها بعد كده مثلثات ونقدمها مع صوص مانجا او نحط عليها قطع مكعبات من المانجا، وهي لذيذة وبسيطة جدا. يا رب تعجبكم الميني تشيز كيك بتاعتي. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة ووصفة جديدة. باي باي.